الناس اللي بتحب الصيف غير، يعني بعيدا عن ان هو ده شخص سادي، شخص مزوخي، بس احنا تعالى نتكلم بمنطق وبعقل عشان برضو ما نظلمش الناس معانا. انا لما فكرت لقيت الناس اللي بتحب الصيف دول واحد من 3 اشخاص: عضو مجلس اداره في شركه ريكسونا او اي مدير عام، او ليه حصه، يعني ليه حصه في الشركه، او ان انت من عيله الحاج فرايداي بتاع الايس كريم، فبالتالي حقك ده في ثلاجات بتتوزع في كل سوبر ماركت مجاني، فحتى لو يا سيدي ما كانش ليك حصه من الايس كريم هتنام في الثلاجه. رقم 3: تكون سايس في الساحل، فانت عارف سايس عقد عمل يعني، فده في حد ذاته انت بتقبض بالعملات الصعبه وبتصيف مجاني، فحقك. وساعتها اكون شاكر لو بعت لي فيزا، يعني لان الساحل انت عارف يعني بيروحوا فيزا وشنجن، فاكون شاكر لو جبت لي عقد عمل معاك هناك فيزا اشتغل معاك سايس في الساحل، انا كده هكون شاكر ومبسوط جدا وهحب الصيف معاك. طيب لو انت مش واحد من ال3 دول، ايه الممتع؟ يعني ايه اللي شايفه حضرتك ممتع في زحمه المترو حضرتك وباط الحاج سعيد في مناخيرك؟ يعني إيه اللذيذ في ده؟ يعني اي حد يمين او شمال، انت بس لو دماغك بس فكرت انها تسحلك يمين او شمال في غاز دخل مناخيرك، مفيش فكره ان هم يعملوا لك انعاش رئوي. هو اللي هيدخل اصلا المترو في الزحمه دي يعمل لك انعاش رئوي، هو مش هيعيش، مش هيكمل، هتبقى عمليه انتحاريه. انت اصلا بتطلع في الحر ده بزحمه المترو بقوه الدفع او قوه الشفط، يعني دخولك او خروجك بيبقى حامل الاثنين دول، وبتخسر فيهم حاسه الشم. يعني في اي قوه من الاثنين دول انت بتخسر فيهم حاسه الشم. فانت ايه اللي يحببك في الصيف يعني؟ يعني جيب لي سبب مقنع. او انت حد بيشارك في اباده البشريه، فبالنسبه لك حته المليار الذهبي دي بتيجي بسرعه مع كل فصل صيف، لان في خسائر، في ارواح بتروح. احنا ما بندخلش الصيف بنفس العدد اللي بنطلع بيه في الصيف عشان تبقى فاهم. لكن فكره انك تقول لي اصل انا بحب الصيف عشان الساحل، ساحل مين؟ اللي بيحبوا الصيف عشان الساحل ما بيتكلموش، ما بيطلع، ما بنشوفهمش، احنا بيقفلوا الاكونتات بتاعتهم قبل الصيف بيفتحوها قرب الشتاء عشان يذلونا يعايرونا. يعني لاقي لسه غنت اواخر الصيف. حتى المطر اللي بينزل في الصيف بيبقى معاه تراب، يعني لازم عاصفه ترابيه قبله او عاصفه ترابيه بعده، ففي ناس بتسقط مننا ضحايا جيوب انفيه، يعني انا منهم. فايه الممتع في كده؟ يعني حتى لو قلنا يا سيدي ان الصيف ده بيبداوا فصل الربيع، فانت لو كنت بتوحشك الفنانه سعاد حسني والدنيا ربيع والجو بديع، هو بالظبط مسافه ما الاغنيه بتخلص الربيع بيخلص، بتخبطك 7 8 9 10 شهور صيف بتفقد فيها الوعي. يعدي ال9 8 شهور دول يعدوا على خير، ونرجع لضاف حبايب، ننزل الشتوي ونطلع الصيفي. اللحظه دي يعني انا مش عايز اقول لك، يعني اللحظه دي بتبقى اسعد لحظه عند المصريين. يعني ايه لما تطلع محمدي وتدخل محمد صلاح؟ دي بالظبط يعني، فاهم؟ واحسن كمان.